قلبي اتدمر من بعدها، وحشاني واكيد انا وحشتها. تعالوا بقى نفضفض سوا واقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي واصابات لعيبه النادي الاهلي، ومين كمان اللي هيلحق بمباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه القادمه، وكمان في مفاجاه. فيلا نبدا الفيديو. امبارح كان في مباراة ودية بين الفريق الكبير للنادي الاهلي وفريق الناشئين او فريق الشباب زي ما انتوا عاوزين تسموه، ودي كانت اخر مباراة ودية قبل مواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. طيب المباراة دي خلصت كام؟ خلصت 7-3، ومحدش يسألني الاهداف فين لان المباراة غير مذاعة. طيب ايه المفيد في القصة؟ المفيد ان مودست اول ما بيعرف ان احنا شايفينه بيتكسف تقريبا، اول ما بيعرف ان احنا ما بنشوفوش والمباراة غير مذاعة والمباراة دي كمان ودية، هوبا بنشوف التألق. مودست امبارح جايب هاتريك وعامل اسيست، ده غير كمان ان كهربا جايب جولين. لكن مفاجأتي في مودست، فيا شباب المباراة القادمة بتاعت شباب بلوزداد هنفهم مودست ان المباراة دي ودية وغير مذاعة، عشان اول ما بيعرف اللي احنا بنشوفه بيتكسف. فعلى عهد يا رجالة. في المباراة بتاعت امبارح بقى اليو ديانج جاله كدمة بسيطة في الركبة، ولكن الكدمة دي مش هتمنع اليو ديانج من مشاركته في مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة. فاليو ديانج جاهز والإصابة الحمد لله بسيطة. نيجي بقى عند الفقري واللي حظه أصعب من حظي، كريستو اللي جاله شد في العضلة الخلفية، وللأسف هيخضع لفحوصات طبية وهنشوف هل هيلحق بمباراة شباب بلوزداد ولا لا. بخر نفسك بقى يا كريستو عشان انا اتخنقت الصراحه. نخش على وسام ابو علي على طول، اللي شغال زن ان هو عاوز يسافر معاهم الجزائر عشان خاطر يلعب مباراه شباب بلوزداد، وبيقول انا اتحسنت. طبعا كلنا عارفين ان وسام ابو علي كان عنده برضو شد في العضله الخلفيه، ولكن هو مصمم ان هو بقى كويس، ولكن كولر بيقول له انا مش هجازف بيك. بصراحه جدي كولر عنده حق، صحه اللعيب اهم من اي حاجه تاني في الدنيا. النادي الاهلي النهارده عمل فقرات بدنية مكثفة عشان خاطر استعدادا لشباب بلوزداد يوم الجمعة، ولكن جدي كولر منح لعيبة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله راحة من التمرين، وإن شاء الله طبعا هم هيسافروا للثلاث للأربع علشان خاطر طبعا يلحقوا ويتمرنوا على ملعب المباراة والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. نيجي بقى للمفاجأة. المفاجأة يا جماعة إن القناة الجزائرية المفتوحة اللي احنا كنا بنتفرج عليها ساعة أفريقيا كانت بتذيع مباريات مصر، القناة دي هتذيع مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. كل اللي اتقال إشاعات مصر والجزائر إخوات، استنوا عليا في مفاجأتين كمان. اللي بيسأل عن مشاركة إمام عاشور وهل هو جاهز لمباراة يوم الجمعة ولا لأ، فإمام عاشور يقترب من المشاركة أساسيا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. أما عن رضا جيم رضا سليم بنسبة 90% هيشارك أساسيا برضو يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا النهاردة مدلعاكم، مفيش غير خبر نكدي واحد بس، فالمفروض تقولوا لي عاش يا خوخة وبرافو يا خوخة، والله العظيم استاهلها.